هاي، أنا ربا من صفحة I Cook for My Family، واليوم رح نعمل سوا الرز بالكستنة يلي بتقدم مع التركي. ولهالوصفة احنا بحاجة ل 3 أكواب رز، نص كيلو لحمة مفرومة، 4 أكواب ونص مرق دجاج، بصلة كبيرة أو 2 صغار، كوب من الكستنة المشوية، كوب لوز، نص كوب صنوبر، معلقتين كبار زبدة، معلقتين كبار زيت نباتي، 3 معالق صغار ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، جوز الطيب، معلقة صغيرة بهار حلو، وورقتين غار. أول شي رح بلش بالرز. رح آخد الرز وأغسله كذا مرة. لحد ما تصير المي شفافة، واتركه منقوع لمدة نص ساعة. برجع باخد الكستنة المشوية وبقطعها لنصين أو 4 حسب حجم الكستنة، وبخليها على جنب. باخد بصلة كبيرة أو 2 صغار وبقطعهم لقطع صغيرة، وبطنجرة على النار بحط الزبدة وبضيف عليها الزيت النباتي، ولما يحمو بنزل اللوز وبضلني عم بقلبه مشان يحمر من كل الجهات. ولما يحمر بصفيه من الزيت وبحطه على جنب. ونفس الشي بعمل بالصنوبر، بنزلهم بالزيت وبضلني عم بقلبهم، ولما يحمروا بصفيهم من الزيت وبحطهم على جنب. وبنفس الطنجرة بضيف اللحمة المفرومة وبقلبها، وبحط عليها البصل اللي فرمناه وبقلبهم. وبضيف عليهم البهار الحلو والفلفل الأسود وجوز الطيب والملح، وبقلبهم مع بعض. وبضيف عليهم الرز المنقوع وبقلبهم. بضيف عليهم مرق الدجاج، وهون بدنا ننتبه، اذا مرق الدجاج مالح لازم نعدل كمية الملح. بنزل عليهم الكستنة وورق الغار وبقلبهم. ولما يبلشوا يغلوا بغطي الطنجرة وبخفف الحرارة تحتها على أقل شيء، وبتركهم يستووا لمدة ربع ساعة. ولما يخلص الوقت بفتح الطنجرة وببلش أقلبهم بشوكة، وهيك بيكون صار الرز جاهز معنا للتقديم. منزينه بالمكسرات يلي قليناها. وصفة طيبة كتير، بتمنى منكم تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا.